في عالم الجريمة والخداع، هناك أناس لا يكتفون بالعيش بهويات مزيفة، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيعلنون موتهم وهم لا يزالون أحياء. بعضهم فعلها للهروب من العدالة، وآخرون سعوا لبدء حياة جديدة بعيدا عن ماضيهم. قصص الاحتيال بالموت كثيرة، لكن بعضها تجاوز الخيال وجعل السلطات في حيرة من أمرها. في عام 2002 في بلدة صغيرة في الهند، قرر رجل يدعى لال بيهاري أن يثبت للعالم أنه على قيد الحياة. لكن الغريب أن التحدي لم يكن مجرد قضية بسيطة، فقد كان مسجلا في السجلات الحكومية على أنه ميت. بدأت القصة عندما ذهب لال بيهاري إلى مكتب السجل المدني للحصول على بعض الأوراق الرسمية، ليفاجأ بأن عمه قد سجله كمتوف واستولى على أرضه باسمه. لم يكن أمامه سوى الكفاح من أجل إثبات وجوده، لكنه واجه بيروقراطية بطيئة ونظاما فاسدا لا يهتم بمصيره. لجأ لطرق غريبة للفت الانتباه إلى قضيته، منها ترشيح نفسه للانتخابات، بل حتى إقامة جنازة وهمية لنفسه. بعد 18 عاما من النضال، نجح أخيرا في استعادة هويته القانونية، لكنه لم ينس معاناه، فأسس جمعية لمساعدة الآخرين الذين ماتوا على الورق مثل ما حدث معه. أما في بريطانيا، فقد قرر رجل يدعى جون داروين أن يموت ليبدأ حياة جديدة. كان يعاني من ديون ضخمة، ولم يجد مخرجا سوى تنفيذ خطة جريئة. في عام 2002 خرج إلى البحر في قارب صغير ولم يعد. بعد أيام عثر على القارب مقلوبا، وأعلنت الشرطة وفاته. زوجته آن كانت جزءا من الخطة، وتظاهرت بالحزن وحصلت على تعويض التأمين. لكن داروين لم يذهب بعيدا، فقد ظل مختبئا في منزله لسنوات، يتسلل ليلا عبر باب سري بين بيته والبيت المجاور. لاحقا سافر إلى بنما مع زوجته لتأسيس حياة جديدة، لكنه ارتكب خطأ فادحا. التقط صورة هناك، نشرت لاحقا عبر الإنترنت، مما كشف خديعته. بعد عودته إلى بريطانيا عام 2007، ألقي القبض عليه مع زوجته، واعترفا بكل شيء، ليحكم عليهما بالسجن بتهمة الاحتيال. أما في أمريكا، فقد اشتهرت قصة كينيث جونسون، الذي قرر أن يختفي من الوجود تماما. بعد أن تراكمت عليه الديون وأصبح ملاحقا قضائيا، خطط لافتعال حادث سيارة مزيف ليبدو وكأنه مات. في ليلة هادئة ترك سيارته على حافة جرف وأشعل فيها النار، ثم اختفى. الشرطة عثرت على السيارة المحترقة، لكن لم تجد أي أثر لجثته. تم إعلان وفاته رسميا، وحصلت عائلته على تعويض التأمين، لكنه لم يكن قد مات فعلا، بل انتقل إلى مدينة جديدة بهوية مزيفة، وعاش لسنوات بهدوء. لكن في النهاية وقع في خطأ قاتل عندما تقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة جديدة، مما أدى إلى كشف أمره وإلقاء القبض عليه بتهمة الاحتيال والتلاعب بالقانون.